كلنا بنشوف الحياة مغامرة، وآسر كان شايف إن مغامرته بتبدأ لما يسيب إيد مامته. قبل ما يدخلوا المول اللي كان زحمة قوي، ماما نادية وقفت آسر وقالت له: يا حبيبي، المول ده كبير، لو سبت إيدي لدقيقة واحدة لازم تفتكر ال4 حاجات دول كويس قوي. الأمان كله في إيدك، ما تسيبش إيدي خالص. لو تهنا من بعض تقف مكانك، تثبت عشان أعرف أرجع لك. ممنوع كلام مع أي غريب، ولا تاخد من حد حاجة. محدش ياخدك غير أنا وبابا. تطلب المساعدة من مين؟ دور على اللي لابس يونيفورم الأمن أو موظف المحل، دول بس اللي تثق فيهم. للأسف الشيطان شاطر، شاف آسر لعبة، ساب الإيد ولف، ملقاش ماما نادية. الزحمة خنقته، بدأ يصرخ في سره: يا ماما أنا فين؟ والخوف ملأ قلبه. لكن هنا حصلت المعجزة. آسر اللي كان فاكر نفسه كبر افتكر فجأة إنه لسه حافظ ماما قالت له إيه. أول حاجة عملها وقف مكانه فوراً، زي ما ماما نادية قالت له، حتى لو الناس بتزقه ثبت مكانه. تاني حاجة تجاهل أي حد عايز يسأله أو يطبطب عليه، ما سمحش لحد غريب يقرب منه، وبدأ يدور بعينيه مش على ماما، لأ، على يونيفورم الأمن، لحد ما لمحه عند عمود بعيد. آسر جمع كل شجاعته ومشي في خط مستقيم ناحية الراجل ده. راح وقال له: أنا تهت من ماما، وهي قالت لي إن حضرتك بس اللي هتعرف تساعدني. ماما نادية وصلت، كانت بتعيط، مش من الحزن، من الرعب. حضنت ابنها، ومن اليوم ده آسر ما كانش بس ماسك إيد مامته، هو بقى واثق في كل كلمة بتقولها، وعرف إن الأمان الحقيقي مش في مسكة الإيد بس، الأمان في إنك تصدق كلام مامتك.